كما تبعتوا معنا المتتبعين البلاد، المنزل ديالنا هو هذا، هو في طور الإنجاز، حديث إنجاز. والأشغال جارية في هذا المنزل. هذا السطح ديالو، بسم الله. هذه هي الدخلة، هذه راها صالة، كتشوفوا على هذا الشكل هذا. أعمال راها جارية لحد الآن. هذه صالة، هذه لاكويزين، ها هي أمامكم. راه داخل الضو، داخل الماء، كلشي داخل هنا. كوزينة عندها جوج شراجم ممكن لها على الضيعة. وهذه الصالة راها في طور الإنجاز، كلها إن شاء الله غتجهز أحدث وسائل. ها هي راه طويلة وعريضة على هذا الشكل هذا. هادو النوافذ، والصالة هي هذه راها طويلة. وعندنا كذلك جوج بيوت، هادو هما البيوت. وهذا حمام، ها هو في طور الإنجاز. أعمال راها جارية. وكاين كذلك بيت آخر، ها هو. وهذه صالة كبيرة. غنطلعو إن شاء الله الفوق نوريكم البلاد كي دايرة من الفوق. غنطلعو للسطح ديال المنزل باش تتابعوا معايا البلاد كي دايرة من الفوق. السطح راه مجلج بلا موزيك، على حسب باش ما تسربش المياه. السطح قداش. الأرض ديالنا المتتبعين هي هذه. تابعوا معايا غير من حدا البيكيات. والأرض غادا طويلة وعريضة. ها هي الأرض ديالنا على هذا الشكل. اثنين وربعين خدام، 42,000 متر مربع من حد هداك الشوك لهنا، تما الحد ديال السياج بيكيات. وغادا البلاد على هذا الشكل هذا. فين كاينه الخضوره تبعوا معايا. غادا بيكيات حتى القنت فين كاين الجمره، راه كتبان لكم الليموني. والارض غادا 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 حتى الفوق، راه الحد راه باين فين كاين الزيتون. وغادا طالعه. وغنباشروا عمليه التصوير من هنا من اللي قدام. وها الأرض ديال المتتبعين من الجهة الخلفية
هنا فين غيداروا الكوارع ديال الدجاج. الرخصة ديال الدجاج فيها 3 ديال الكوارع تيتر فونسي. والأرض كلها مسيجة بالكامل، والماء موجود في هذه القبيلة، قبيلة سيدي مزيان، 5 كيلومتر على مدينة الخميسات. وتابعونا إن شاء الله. اللي بغى هاد البلاد هادي ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو، غادي يلقى الرقم أسفل الشاشة. وهذه الجهة الأمامية، الباب ديال المدخل الرئيسي ديال الباب ها هو أمامكم. والضو كاين والماء كاين والفرشة المائية كاينة، والماء على 17 متر زائد 10 متر ديال العمق اللي محفورة كيتخزن فيها الماء. وهذا الباب المدخل الرئيسي كما تبعتوا معنا، راه صورنا لكم الباب الاول وهذا راه الباب الثاني. وها البلاد كي دايره. وانتم يا المتتبعين اللي بغى هاد البلاد معني غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو، غادي يلقى الرقم أسفل الشاشة. يلا يا المتتبعين ديالنا، كما وعدناكم البير ديالنا هو هذا امامكم كتشوفوه، وفيه السريج وفيه البومبا. راه قلنا الماء على 17 متر، ومول هاد الارض راه حافر 10 متر تحت الماء. يعني تحت الماء راه ملي كنخرجوا الماء كنزيدوا واحد المساحه اخرى باش نزيد الماء يبقى يتخزن لينا في هذيك 10 ديال الامتار. والارض ديال المتتبعين هي هذه كما كتشوفوا، راه كلها قلنا لكم مسيجه بالكامل. ها البير، ها البومبا ديالنا وهذا الشريج، والارض ها هي على هذا الشكل هذا، راه كلها وطا، هو كلها وطا وكلها مسيجه بالكامل. درياجي. وراه بالنسبه لهذه المنطقه راه الثمن اللي قلت لكم راه الثمن رخيص بالنسبه للرخص ديال الكوارع ديال الدجاج 3، والسكن كما كتشوفوا ها هو مجهز او في طور تجهيز بالفايونس وداك الشيء، راه مولاي عاد تيخدم عليه. وها بلاصه الكوارع فين غيداروا، الرخصه فيها 3، والارض ديالنا راها تيتر فونسي محفظه. وانتم يا المتتبعين اللي بغى هاد البلاد ما عليه غير يتصل على قناه اراضي وعقارات عبدو، وغادي نجيبوه ان شاء الله حتى لهنا. ها خميسات كتبان لكم من هنا، مختصره الطريق من هنا اللي بغى يجي على رجلها الريزو. قولي دابا تركب على الدار وتشوف. ومازال غنصورها لكم من فوق الدار وتشوفوا. قريبه من هاد المنطقه هذه الخميسات، وراه قلنا 5 كيلومتر حتى لعندها. يلا يا المتتبعين ديالنا، كما كتبعوا معنا اليوم وحنا كنتواجدوا في قبيلة سيدي مزيان، والجو راه مشمش وجميل في هذه المنطقة هذه، في هذه الأرض هذه اللي معدة للبيع. كما كتشوفوا الزرع تبارك الله. شوفوا شوفوا الدنيا كي خضرة تبارك الله.
وغادي كنتجولو في هذه المنطقة هذه، قبيلة سيدي مزيان، في هذه الأرض هذه اللي معدة للبيع. تابعونا إن شاء الله، اللي بغى هذه البلاد هذه ما عليه غير يتصل على قناة أراضي وعقارات عبدو، وغادي يلقى الرقم أسفل الشاشة.